المعتز بالله مراسل شبكة شامل الرقة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية من الفرقة 17 اللي استمرت الاشتباكات منذ 5 أيام الآن بين الثوار وقوات النظام بعد إعلان عملية اقتحام وتحرير الفرقة 17 ما بقي منها. تم نعم. تحرير بعون الله تعالى أجزاء جديدة منها، وهي كتيبة الأغرار والإشارة، وتدمير مستودع للذخيرة واحتراق كازية كاملة بداخل الفرقة 17. وتم تدمير مدفع 23 فوق أحد الأبنية الذي كان يستهدف المدينة المارية على الطرق العامة في مساكن الضباط، وتم قتل وأسر عدد كبير من عناصر النظام داخل الفرقة 17. والحمد لله رب العالمين. الفرقة 17 الآن محاصرة من كافة الاتجاهات، وتشهد مدينة الرقة بالفترة الأخيرة من بداية الاشتباكات قصف كثيف بطيران الحربي والمروحي وقذائف الهاون على مدينة الرقة. مدينة الرقة البارحة شهدت سقوط عدد قذائف الهاون من الفرقة 17 استهدفت الأحياء السكنية في الرقة، أدى لوقوع 6 شهداء بينهم أطفال وعدد من الجرحى في حي الرميلة، وبعد سقوط أحد القذائف على المنازل المدنية بشكل مباشر. والآن أهالي مدينة الرقة يعيشون حالة من الفزع والخوف وحالات نزوح متوسطة تشهدها المدينة جراء قصف النظام المدينة بشكل مكثف بقذائف الهاون وقصف من الطيران الحربي والمروحي، ردا على اشتباكات الدائرة بين الثوار وقوات النظام في الفرقة 17 لتحرير ما بقي من هذه الفرقة. أيضا قام النظام باستهداف محافظة الرقة من 3 أيام إلى الآن ب4 صواريخ سكود بعد إطلاقها من ريف دمشق بغاية قتل أكبر عدد من ممكن من المدنيين في الرقة دون تسجيل أي إصابات في أماكن سقوط هذه الصواريخ بسبب انفجارها بأماكن خالية من السكان لله الحمد. مدينة الطبقة اليوم أيضا شهدت مدينة الطبقة تحليق كثيف للطيران الحربي والمروحي، قصف مدفعي مكثف، وكان اليوم يوجد عدة إصابات منهم أطفال. والآن الثوار يضغطون جدا على المطار بمنع خروج أي طائرة تذهب إلى مدينة الرقة لفك الحصار عن الفرقة 17. اليوم أيضا حصل مجزرة كبيرة في ريف الرقة المنصورة، حيث مطار الطبقة العسكري استهدف بلدة المنصورة بقذائف المدفعية وقت انصراف المدارس الأطفال، واستشهد 5 أطفال و5 جرحى كان بينهم. نعم. المعتز بالله مراسل شبكة شامل الرقة، أشكرك شكرا جزيلا. وبهذا بمعتز نختم مشاهدينا الكرام هذه التغطية الميدانية على أبرز المستجدات الحاصلة الميدانية في مختلف المدن السورية، وأيضا